عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي نكهة البيت طعم وريح. النهارده بقى مش هعمل معاكم وصفات ولا حاجة، انا هوريكم مشترياتي لرمضان ان شاء الله. كده شارين مكرونة سباكيتي، مكرونة صغيرة، مكرونة الشكل الثاني ده، مكرونة من الكبير، هوريكم بقى كل حاجة، واذا ناسيين حاجة نفكر بعض كده. لسان عصفور وشعرية طبعا، ورز بسمتي عشان رمضان، وفريك طبعا عشان الحشوات والبط والفراخ والحاجات الحلوه اللي هنعملها ان شاء الله مع بعض في رمضان. ما تنسيش طبعا الرز اهو. طبعا انت عايزه تجيبي حبه حبه، انا جايبه الكيس اللي هو 5 كيلو على بعض، انت براحتك يعني، انا بوريكي حاجات تاخدي مني افكار وكده يعني، وقولي لي رايك برضو. وفي ايه كمان؟ جايبه الحمص اللي هو الجليله، وشويه بوب كورن الفشار، طبعا وعلبه السمنه اللي غنى عنها. انا جايبه 5 كيلو كريستال عشان تقعد معايا كده اهي. جايبين بقى ايه؟ ازازه الخل، ندخل بقى على قسم التوابل. بصي بقى، عندك شاريه كمون مطحون، وبصل بصل بودر، كزبره وشطه. ادي المكونات، الحاجات اللي انا شارياها: كزبره وشطه وبابريكا مدخنه، كل ده معانا اهو. وشاريه كمان كركم وتوم بودر، وايه ده فلفل اسود مطحون. كل ده طبعا ايه مشتريات تبعنا رمضان. وادي البصل البودر. هدخل معاكم بقى ايه على قسم المجمدات. خلينا ايه، بصي اشتريت لحمه مفرومه اهي، لحمه مفرومه بس دي نوعها حلو قوي. اشتريت الجلاش برضو ده، انا جربته قبل كده وعجبني قوي، نوعه حلو اهو. واشتريت السمبوسه برضو نفس نوع الجلاش. اشتريت جلاش الجوهره العادي بتاعنا بتاع زمان ده، لقيته برضو عند السوبر ماركت فرحت شارياه. اشتريت كذا واحده، اشتريت 3 برضو، بينفع في رمضان ده طبعا، والعزومات والحاجات بتاعت رمضان اهو. اشتريت برجر. بصي البرجر ده جميل، انا كنت مجرباه قبل كده، ده الصراحه جايباه للمدارس بتاعت العيال عشان خلاص، عشان هياخدوا معاهم في المدارس. وهنعمل كمان معايا البانيه ده، جايبه البانيه الحار. هذه الحاجه اهي. كمان جبت ايه؟ جبت موتزاريلا الملكه، جبت الكيلو اللي على بعضه ده طبعا عشان عارفين رمضان وحاجاته هياخد حاجات كتير. جبت الكيلو، وجبت زبده فرن اهي، زبده فرن.
جبت كمان شوكولاته مطبخ، جبت طبعا دريم. انا بحب منتجات الدريم عامه يعني في كل حاجه. جبت دريم جميله وحلوه. اوريكم بقى باقي الحاجات. جبت معاكم العسل اللي هو بالمكسرات، حاجه تحفه برضو. وجبت معاكم صلصة، طبعا الكاتشب، مربى. بصي انا بديكي افكار وانتي شوفي اللي ناقصك ايه في البيت، يعني شوفي اللي هتجيبيه ايه عندك في البيت. جبت معاكم برضو ايه جيلي، جبت كذا نوع جيلي اهو. دريم برضو جيلي تاني، وكريم كراميل طبعا دريم. انا ده بستخدمه في كل وصفاتي، لو اللي متابعه فيكم القناه هتلاقي اكتر من وصف بالكريم كراميل اهو. انا بوريكي بس ايه حاجات عشان تتشجعي وتشتري رمضان. بصي قد ايه دريم جيلي، وجايبه ايس كريم برضو اهو. حاجات دريم الصراحه جميله. وطبعا نوتيلا ده شيء اساسي عندنا. ندخل بقى على مكسرات رمضان وحاجات رمضان. شوفي انا جايبه هنا الكاجو اهو، وجايبه اللوز، وجايبه الفستق، شايفه اهو. جايبه حاجات كونو زي كده اللي هي بتاعت الايس كريم والحاجات الحلوه، عاجبه الاولاد قوي فرحت اشتريت لهم، الاولاد بيحبوها فاشتريت منها. فانيليا سايبه طبعا، واشتريت طبعا مشمش مجفف اهو. زبيب على كذا نوع، في الفاتح والغامق والغامق شويه والافتح شويه، كذا نوع زبيب. جبت السمسم طبعا بنستخدمه في رمضان طبعا انتوا عارفين، والحلويات والكحك وكله. جبت كاكاو، ده كاكاو للشرب وده كاكاو خام، ده كاكاو خام عادي. لقيت عند العطار ايه كاكاو خام اسباني من اللي هو الجميل ده اللي بطعمه يبقى حلو، اللي بيدي طعم كده في الوصفات بتاعتنا. بصي حتى تلاقي لونه اغمق حاجه من الكاكاو التاني. ده الشرب ده سيبك منه. شوفي الكاكاو ده من الكاكاو ده اغلى شويه، بس ايه معلقه منه قد 3 من ده، جميل برضه. نسيت اقول لكم طبعا اشتريت ملح ليمون، دول ملح ليمون كده، وده كربوناتو. طبعا منسيناش البلح، منسيش البلح طبعا عشان الفطار، كل سنه وانتم طيبين. واشتريت نوع تاني من البلح، اشتريت النوعين دول للبلح. شايفين يا حبايبي ادي كل الحاجات اللي انا اشتريتها، حبيت اشاركهم معاكم واوريها لكم عشان ناخد افكار من بعض يعني، ولو في حاجه ناقصه فكروني بيها برضو. انا حبيت بس ايه اشارككم الحاجات اللي احنا اشتريناها، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش طبعا تعملوا لي اللايك والاشتراك.